مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمله مع بعض الكنتاكي بطريقه حلوه جدا وبطعم المطاعم وبتكلفه قليله. هنعمل الخلطه بكميه كويسه تفضل معاكي لفتره طويله. انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. انا معايا هنا الخلطه يعني سريعا عباره عن شطه وبصل بودر وتوم بودر وملح وحبهان مطحون. وبروح جايه ومرقه دجاج فوريه. وكل دوت بجيب من عند العطار بكميات متساويه، يعني مثلا ب5 جنيه ب5 جنيه، 20 جرام 20 جرام 20 جرام كده. وبروح جايه ضربهم في الكبه وبسيبهم عندي. بيقعدوا فتره، يعني باخد منها معلقه على كوبايه، نص كوبايه ميه، او يعني اقل من نص كوبايه ميه بمعلقه كده. وبروح جايه حاطه معلقه منها واقلبها كويس، معلقه معلقه ونص على حسب المعلقه بتاعتي، يعني على حسب الكميه. لو كيلو هتحطي معلقتين ممسوحين. لو كيلو، لو اقل من كيلو هتحطي من معلقه لمعلقه ونص. وتقلبيها كويس وتحطيه في كيسه مده ساعتين 3 4 ساعات، اقل شيء 4 ساعات. لو الستريبس ممكن من ساعتين ل4 ساعات. معايا خلطه للدقيق برضو بجهزها. بتبقى فيها نشا ولبن بودر، ومرقة خضروات، مرقة دجاج معلش، وحبهان وحبهان وملح وبصل بودر وتوم بودر. بضربهم كويس في الكبة عندي والمطحنة عندي، وبسيبهم برضو يبقوا معايا، يقعدوا معايا مدة. وبحطها منها معلقتين على كيلو دقيق، معلقتين مليانين هرم على كيلو دقيق، ومعلقة من الخلطة بتاعت اللي انا عملت بيها الفراخ. وبجهز مية متلجة عندي، وبصفي الفراخ كويس من التتبيلة بتاعتها. وبروح جاية زي ما انتوا شايفين كده بحركها من فوق لتحت، يعني شوية حلوين. وبعد كده بفركها فركة بسيطة كده خالص بين ايدي. وبعد كده بعمل الحركة دي مرتين 3، وبعد كده بنفضها كويس من الدقيق وبنزلها في المية المجمدة. وبعد كده برجعها تاني للدقيق، بعمل الحركة دي تاني وبنزلها على طول على زيت ما يكونش سخن خالص، يعني يا دوبك تكوني مسخناه حاجة بسيطة. يعني انا هوريكي دلوقتي انا الغلطة اللي عندي عملتها هنا في الفيديو. انا برضو مرضتش امسحها، ان انا استعجلت وحطيته، ما كانش الزيت يعني وصل للدرجة المطلوبة. اول ما تبتدي الدرجة المطلوبة بتاعته ان انتي تحطيه، يبتدي يعمل زي فوران بسيط كده. ده كده هو وصل للدرجة اللي انتي تحطي فيها درجة الزيت اللي انتي تحطي فيها تقلي فيها الدقيق. ماشي. واهم حاجة يكون الزيت كويس. شايفين ديت بعد ما عملتها مرتين في الدقيق، شايفين شكلها. هبتدي احط، وطبعا ما تعمليش غلطتي. انا كنت مستعجله بصراحه وحطيت في الحله كلها مره واحده. يعني حطيت كميه كبيره. فانت ما تعمليش غلطتين، ممكن تحطي 3 4 على حسب الحله، يعني على حسب اللي انت بتقلي فيها، يعني كانت مقليه ولا حله. على حسب. انا بحب اعمل الحاجات دي في حله لان بتستوعب زيت كتير، وبعمل فيها يعني كميه كويسه. فكده ما كانش لسه الزيت سخن معايا. اول ما يبتدي يسخن هوريهولكم. انا حطيت كميه زي ما انتم شايفين كده كتير. طبعا هتيجي تقلبي هتلاقي القشره اتشالت والكلام ده كله، فعشان كده الكفر بتاعها يعني اتشال. فعشان كده بقولك ما شايفين النار عاملاها على نار ايه. عشان كده بقولك ما تحطيش كميه كبيره. بصي دلوقتي هيبتدي كده، بصي هيبتدي يسخن اهو معايا. دي غلطتي ان انا حطيتها، استعجلت وحطيتها على طول. انا مرضتش امسح الحاجات دي وقلت اما اعرفك الغلطات عشان متقعيش فيها، عشان تطلع معاكي بنتيجه كويسه. وطبعا بيستوي بيبقى طعمه حلو، مبقاش ريحته زفره. ودي بتشيل، والخلطه دي بتشيل اي زفره بامانه. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. انا بعمل منها كميات وبشيلها عندي في التلاجة عشان ما تبص. يعني انا بقولك مثلا 20 جرام ولا حاجه، لا انا بعمل كميه، يعني بعمل ممكن كيلو واشيله في التلاجة بيقعد عندي بالسنه. زي ما انتم شايفين كده فوران بدأ يطلع بسيط. دي كده درجة المفروض كنت احطه في الوقت ده. ماشي كده. ومن النار ما تبقاش واطيه قوي عشان ما يشربش زيت، تبقى متوسطه.
بس كده هو ابتدى يغلي معايا، الزيت بدأ يسخن، فكنت احطه في الوقت ده. فاتمنى ان انتوا متقعوش في نفس غلطتي. زي ما انتوا شايفين كده انا مش راضيه اقطع اي حاجه، عشان تبقوا شايفين كل حاجه قدام عينيكوا كده. دي بقى يعني ابتدى يستوي، والنقط السمرا ديت ان هو يعني ايه بينزل الدم بتاعه يعني كده، فعادي يعني الحاجات دي بتتشال بعد ما بتستوي وكده. كده ده بقى كده اللي مفيهوش دم. بصي بقى، عشان انا ماليه الحله بتاعتي او الطاسه، ف في كفر بتاعها واحده تشيل الكفر بتاعها كده. بصوا اللون الذهبي الجميل ده كده بعد ما استوى. عايزه اقول لك طعم وريحه، مفيش ريحه زفره، وطعم يعني تحفه. انا بعتمده بصراحه، بعمل بيها الجمبري، وبعمل بيها الستريبس، بعمل بيها فراخ كامله. انا هنا عملت معاكم الدبابيس بتاعت الكتف والجناح، بمسكهم وانضفهم واعملهم كويس، وانضفهم كويس وانقعهم بميه وملح وليمون ودقيق. وبعد كده بروح جايه بقى ايه غسلاهم وعاملاهم في الخلطه دي. كده انا خلصت معاكم الكميه ديت، وعملت كملت انا. ودي شكلها بعد ما خلص، مقرمشه جدا وما فيهاش دم من جوه، مستويه حلو اهي. انا بوريها لكم وطعمها حلو قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، واشوفكم على خير في فيديو جديد.